يعني خص البلوكاج بكل الوسائل، وهذا هو البلوكاج اللي حنا ما غاديش نطيحوا فيه. السحب النظام الاساسي ما يمكنش يكون، لان السحب النظام الاساسي اجنده سياسيه معينه ماشي عمليه تقنيه، لا لاصلاح بحال التجميد في لا لايقاف الاصلاح، لانه النظام الاساسي مرتبط بالاصلاح. الانظمه السابقه ديال 67 85 2003 كانت انظمه تعليميه مفصوله على السياق ديال الاصلاحات. غير نكمل، اسمح لي باش نتقدموا في النقاش. انا جاي اخراج الاساتذه من الوظيفه العموميه حق ارضي به باطل. النظام الاساسي اللي كان صايب انا نرجع لمساله التعاقد، لا اسمح لي، لا ما خصهاش دوز هذه. ما غدوش لا اسمح لي باش نجاوب. هذا حق، هذا باطل وكذب وبهتان. الوظيفه العموميه باقي النظام ديالها، الموظفين سميناهم البارح في الماده الاولى والثانيه الموظفون، وانتهى الكلام. هذه واحد الاسطوانه مشروخه، هذا واحد الكلام ما باقيش خصو نسمعوه. واش المسؤوليه ديالكم نتوما كوزاره؟ المسؤوليه حنا كنتحملوها. علاش ما كنتحملوهاش؟ حنا تنتحاوروا، ما خلينا ما درنا، ما خلينا عملنا، جينا للاعلام. حنا ولا وزاره غاديين بسياسه العصا والجزره ابدا، كتناقشوا وكتتفاوضوا مع الحكومه، في نفس الوقت كتقتطعوا من الاجور وتهددون اليوم بالايقاف عن العمل والطرد من العمل للمضربين. لا شوف، السيد رئيس الحكومه كان واضح. السيد رئيس الحكومه وعد بايقاف الاقتطاعات بالنسبه للناس اللي رجعوا، ويدي الحكومه كانت ممدوده، وتناقش في القضيه ديال الاقتطاع ديال شهر نوفمبر، وقال جاوب على انه فات عليه الفوت، لان مشاو لي موندا، مشاو الرواتب، يعني المعالجه المعلوماتيه. دابا اللي رجعوا ما غاديش نقطعوا اللي رجعوا، ولكن اللي ما رجعوش وامعنوا في الغياب والتوقف وحيبان الدروس غادي نقطعوا لهم بمقتضى القانون اللي وضعته الحكومه السابقه، اللي هو الاجر مقابل العمل. الاقتطاعات عاوتاني كاين هذا الشهر بنفس الحجم عاوتاني بالنسبه اللي ما دخلوش. ماشي مبالغ فيها. كيف في السابق كنتو كتقطعوا 1500 درهم، وداك المبلغ اللي ديال الاقتطاع كيتقسم على 6 شهور 5 شهور باش ما تثقلوش على الاستاذ. دابا قطعتوا 4000 5000 6000 درهم. ما كتقطعش الوزاره. حنا تنصيفطوا الملفات ديالنا، كتقطع المصالح ديال وزاره الماليه وعندها الحق تقطع كما بغات. غنرجع لهذه النقطه ديال التعاقد. تقنيا كتقول لي السي محمد ادردور، نهار الجمعه خصكم تكونوا ساليتوا الحوار مع النقابات للتوافق حول نظام اساسي جديد، وهذا النظام الاساسي الجديد خاصو يخرج قبل من 15 يناير الحد الاقصى. يعني المساحه الزمنيه اللي عنده اقل من شهر، 2 الاسابيع 3. طيب غنقول لك اليوم علاش ما قمناش بسحب النظام الاساسي بدل تجميده وانتاج نظام اساسي اخر، ما دامت العمليه ديال السحب والمصادقه غتاخذ 2 الاسابيع ماشي شهرين. قلتي لي شهرين. اليوم هذا النظام الاساسي اللي كاين باش غيخرج خاصو السحب ديال القديم. لا ماشي غنسحبوا القديم، غادي نجيو بعدا نكملوه، لان هذا غير مجمد. ماشي غنسحبوا القديم، غناخذوا التعديلات. لا واسمح لي، غناخذوا التعديلات اللي دارت عليه، غادي نقدموا مرسوم جديد اللي فيه التعديلات. نسخوه بمرسوم. لا اللي فيه التعديلات ما نقدرش نجاوب. لا اللي فيه التعديلات حنا بالنسبه لنا دابا غيدوز من الامانه العامه للحكومه وغيدوز من مجلس الحكومه. ولكن غير اسمح لي، بعد التعديلات اللي كنعملوها التعديلات كلها ما مست الا بعض الجوانب. وهذا الكلام اللي تنقول اليوم في هذا المنبر هذا، الى خرجت شي حاجه تخالفه انا كذاب. هذا النظام الاساسي في مجمله يكون تقريبا غاديين معاه فقره ما هو ماشي غيبقى كما هو. لا ما تقوليش حاجه من عندك شك باش نوضح اكثر. التصحيح ديالو فيه عباره ما كيتبدلش فيه بزاف الحاجات. لا ماشي لا العقوبات وتحديد ساعات العمل واقرار واحد العدد ديال انصاف واحد العدد ديال الفئات اجابه على المطالب التنسيقيه. هادشي كله كاين ودرناه بواحد المنهجيه موازيه. غيرجع من واحد المسار مؤسساتي حكومي اللي غيدوز في الامانه العامه. لا ماشي بحال لا اسمح لي، علاش ماشي بحال؟ الا سحبناه غادي خصنا نقعدوا نخدموا فيه عاوتاني واحد العامين، غيضيع الوقت. علاش وضح لي هذه الفكره. لا غادي خصنا اولا نعاودوا نرجعوا للحوار نبداو، وغادي خصنا واحد عدد الملفات اللي هي تيقول لك ان تم انتقادها، غادي خصنا نرجعوا ليها. وهاد الناس اللي مططوا الاضراب اليوم واللي
رهنوا التلاميذ باش يرجعوش يقراو، وهذه جريمه في حق هاد ولاد هاد البلد هذه باش نقولها. هادو هما اللي غادي ينطوا الحوار وغادي يبقاو غادي من واحد العامين، لان الهدف ماشي شنو هو الهدف في نهايه المطاف. شنو الهدف؟ الهدف هو ما نوصل حتى شي حاجه، ما نصلحوش المدرسه، ولكن حنا مصرون على نصلح المدرسه. سي ابراهيم النافعي، كتقوموا بجريمه وما بغيتوش المدرسه تصلح، وانتم اللي كتمططوا هذا الاضراب، لان الحكومه غاديه كتبدل في النظام الاساسي وكتستجب المطالب ديال الاساتذه. اللي كيدير جريمه في الحقيقه هو اللي مسؤول على القطاع، وهما الناس اللي كينهبوا وكيفسدوا القطاع ديال التعليم. والدليل على ذلك هو الرتب المتاخره والمتدنيه اللي كاينه في التعليم، واللي عقود متتاليه حنا والمغرب كيحتلها، سواء بهذا الاضراب او بقله هذا الاضراب. اللي كيدير جريمه كذلك هو اللي مخلي ملفات متراكمه لسنوات ولعقود ديال النساء ورجال التعليم. اللي كيدير جريمه كذلك هو اللي كيخلي اساتذه كيخرجوا بتقاعد ديال 1300 درهم. اللي كيدير جريمه هو اللي مخلي التعليم هو في اخر، الموظفين هما في اخر، يعني في اخر مرتبه في سلم الاجور على مستوى الوظيفه العموميه في المغرب. اللي كيدير جريمه كذلك هو اللي ما كيبغيش ينصت للنبض ديال الشارع. اللي كيدير جريمه كذلك هو اللي كيقصي النقابات اللي ما كتماشاش معاه في الهواه ديالو، واللي ما كتوقعلوش على بياض، لانه كاين اللي ولف نقابات. اسمح لي محسوب عليكم انتم. لا اسمح لي. اليوم السي عزيز اخنوش رئيس الحكومه في مجلس المستشارين قال بانه الى غايه يوم السبت انتم الاف ان كجامعه وطنيه للتعليم الى غايه يوم السبت كان الحوار ايجابي متفقين، ولكن فاجاتهم انكم مازال باغيين ديروا الاضراب، رغم ان الحكومه جمدت النظام الاساسي تعدله واستجابت لكثير من المطالب ديال الشغيله التعليميه. قلت اللي كيدير جريمه هو اللي ما كيبغيش يجلس مع النقابات اللي كتخالف معاه في الراي، واللي ولف بعض النقابات اللي كتوقع له وراق على بياض مقابل فتات معين، وان ديك الورقه كيكتب فيها اللي بغى. هادو هما اللي كيديروا جرائم في حق التعليم، واللي كيقصيو النقابات اللي ما كتبغيش، اللي كتطرح الملفات واللي ملحه على الملفات العادله والمشروعه ديال النساء ورجال التعليم، واللي من شانها هذوك لو انهم كيستمعوا لينا وكيبغيو يستمعوا للراي المخالف، انهم من شان هاد الملفات اللي كنطرحوها في الاجتماعات. وكيقول لك اياه مثلا في الاجتماع ديال السبت، الملفات اللي طرحنا اللي 30 ملف اللي كيهضر عليها زائد النقاط التسعه، عطيناهم 9 النقاط بحضور التنسيقيات، من شانها تخلي الملف، تخلي هذا الشيء ديال الاضراب يحبس. 9 النقاط وصدرناها في بيان، ورجعنا نهار السبت عطاونا جواب شفوي حول ديك 9 النقاط اللي اعتبرناها، راه قلتها هنا في شدا اف ام، يعني في الصباح نهار الاثنين قلنا في الراديو قلنا بان هذوك المطالب، وقالوها مجموعه من المسؤولين ديال النقابه ديالنا ديال الفينو، قلنا هذوك الاجابه اللي عطاتنا الوزاره فيها اشياء متقدمه، لكن تحتاج الى تدقيق، وخصنا شي حاجه مكتوبه. ما تعطاتناش شي حاجه مكتوبه، عطاونا اشياء شفويه. قلنا خصنا اولا حاجه مكتوبه باش اننا نخرجوا بها للنساء ورجال التعليم. مساله ديال الاضراب، علنا على الاضراب ديال يومين، الخميس والجمعه، لكن علاش بنددناه؟ لان الوزير ديال التعليم، الوزير شكيب بن موسى كيتصل نهار الاثنين بالسي عبد الرزاق الادريسي، كيقول له الباب الحوار اللي فتحناه معكم راه تسد. اليوم وزير رئيس الحكومه بدون سبب، لانكم درتوا الاضراب بدون سبب، كيقول له الباب ديال الحوار اللي بدينا معكم ذاك البيست راه سديناه. اليوم عاوتاني وزير رئيس الحكومه كيقول لك لا يدنا ممدوده، حنا اللي يدنا ممدوده في الفينو. لا واش تصدق اللي تسد باب الحوار، ولا علاش درتوا الاضراب او وقفوا الاضراب باش يبقى الحوار تختلف؟ قال ليه الباب ديال الحوار اللي تفتح معكم راه تسد. حنايا وبناء عليها جمع التنسيق الوطني. ماشي نتوما اللي راسكم قاصح ما بغيتوش توقعوا في 14 يناير؟ لا ماشي، ما خرجتوا دابا من الحوار او عرقلتوا الحوار. شوف النتيجه وقعنا ولا ما وقعناش. النتيجه كيقول لك النتيجه بالخواتيم. النتيجه هي ان هذاك الاتفاق ما كانش مجدي. الاتفاق ديال 10 دجنبر ليس مجديا. هذا الشيء دابا اللي كيدار، اللي كيضيعوا فيه الوقت دابا ديال الزمن المدرسي وكيهضروا فيه الزمن المدرسي، حتى هو لن يكون مجديا. اتفقتوا معاهم نهار السبت وخرجتوا علنتوا على اضراب نهار الاحد. ما اتفقناش. فين هي علاش اتفقنا؟ عطاونا عرض شفوي، عطاونا عرض شفوي نحتاج فيه الى تدقيقات ونحتاج فيه الى ضمانات. وناخذ تعليق السي عدد على لانهم هما اللي طلبوا منا انه تيكون استرجاع باش ندقوا في بعض المسائل الماليه، لان نهار السبت ما كانش استرجاع حاضر في الاجتماع، عنده مهمه خارج المغرب. اللي كان شكون اللي كينقلب على الحوارات؟ علاش الاجتماع ديال نهار السبت واللي قبل منه ديال نهار الخميس ما كانش فيه بلاغ ديالكم، ما كانش فيه محضر موقع، شي حاجه مكتوبه نعرفوا ما تم مناقشته ما تم الاتفاق عليه، كيف ما كتعملوا مع المركزيات النقابيه وكيف ما كان مثلا البارح؟ علاش السبت ما تمش توثيقه كتابيا؟ خصني نجاوب على شي حاجه هو الاول. يلا تفضل.
ولكن ترجع لهذه النقطه وباختصار الجواب. اللجنه الثلاثيه ما مرتبطاش باشخاص الوزراء، الساده الوزراء. الا كان السيد الوزير الميزانيه راه واخا غايب باش ما تسمعش هذه الهضره، ما عمري سمعت انا، ما تقالش. ما قلتوش لهم ترجع السي فوزي رجعوا نشوفوا المسائل. اسمح لي السيد الوزير المكلف بالميزانيه عنده الناس ديالو، عنده خيرات الاطر حاضرين معنا، الناس اللي كياخذوا القرار. كان مديريه الميزانيه بطبيعه الحال الناس اللي معنا ماشي ساهلين، ولهذا عطاهم السي القجع عطاهم التفويض الشامل لاتخاذ القرار باش ما نغلطوش الناس. انا غنقول بانه علاش ما تمش توثيق الاجتماع؟ انا غادي لا خصني نجاوب. انا غنعرفوا هذا انا الشيء. جاي كنجاوب. اعطيني التوثيق ورجع للتعليق ديالك، بقى معايا في السؤال ديالي. ما وصلناش لحتى شي حاجه، لان علاش تم امطارنا بوابل ديال الملفات، 30 ملف. ونعطينا واحد المثال. واش ملف الرياضه واش داخل معنا حنا في النظام الاساسي؟ هذا قطاع الرياضه. السي بن سعيد وزير الثقافه والشباب والاتصال راه عنده انظمه اساسيه ثلاثه القطاعات. علاش انا غيحط لي بين الملفات ملف الرياضه، ملف قطاع الرياضه، ملف المربيه ديال التعليم الاولي، واحد العدد. لان شنو الهدف؟ انا فهمنا حنا شنو الهدف. هو انه عرقله الحوار. اعطيني 30 ملف. الناس جاو عندكم ماشي باش يتحاوروا ويلقاو الحل، باش يعرقلوا الحوار. ماشي لا